اللاعبين وأوهمته بأنها ستشهر البطاقة الحمراء في وجهه قبل أن تتضح الخدعة، ليتصدر سلوك الحكمة الطريف وسائل الإعلام الرياضية حول العالم. وفي هذه اللقطة اصطدم أحد لاعبي أرسنال بحكمة الراية خلال كرة مشتركة مع أحد لاعبي مانشستر سيتي، حيث كادت أن تسقط أرضاً لولا قيام اللاعب بالإمساك بها لترد بابتسامة وكأن شيئاً لم يكن. مشهد مشابه حدث في هذه الحالة، لكن نهايته كانت مختلفة، حيث سقطت الحكمة على الأرض بعد ارتطامها بلوحة الإعلانات ووقع اللاعب فوقها. وهنا كاد أحد اللاعبين الاشتباك مع حكمة الراية واقترب منها بشكل مبالغ فيه، معترضا على أحد قراراتها قبل أن ينال عقابه من الحكم ببطاقة حمراء. المشهد هنا كان محرجا خلال مباراة في الدوري الألماني، حيث لمس أحد اللاعبين صدر الحكم بشكل عفوي لتنتبه الحكمة للأمر مع ابتسامة تعلوها الدهشة من تصرف اللاعب، الذي أكد بعد نهاية المباراة أنه لم يقصد ذلك، مقدما اعتذاره لها. إلا أن الكثير من المتابعين طالبوا اللاعب بأن يكون أكثر انتباها لكي لا يقع في المحظور مرة أخرى. هنا تعرضت الحكمة لموقف محرج بعد أن سدد أحد اللاعبين الكرة محاولا تشتيتها من أمام مرمى فريقه، لكن الكرة ارتطمت في ظهر الحكمة، وقد تعاملت مع الأمر بهدوء مع ابتسامة عريضة. وفي هذه اللقطة يظهر حزم الحكمة التي لجأت إلى تقنية ال VAR لتقييم إحدى اللقطات وسط انصياع الكامل من اللاعبين وعدم اعتراض على القرار. لكن الأمر يبدو أكثر حزما من هذه الحكمة التي تعاملت كما يجب مع اللاعبين المتوترين داخل أرض الملعب، وتدخلت للفصل بينهم دون أن تتردد في إشهار البطاقات على المخالفين. أما هذه الحكمة الهائجة فخطفت الأضواء بتصرفها وحالة الغضب التي سيطرت عليها تجاه أحد اللاعبين، ومحاولات المدرب الإسباني بيب غوارديولا للتدخل وحل المشكلة. وهنا تبدو الحكمة المساعدة بكامل تركيزها وتركض على خط الملعب الجانبي بسرعة فائقة ثم تسير ببطء، وبطريقة غريبة دفعت أحد الأشخاص لنسيان المباراة وتسليط كاميرا هاتفه المحمول على تلك الحكمة، ولم تتردد أشهر المواقع العالمية لتناول المشهد والتعليق عليه كل بطريقتها الخاصة. في البرازيل تتخلى هذه الحكمة عن دورها الأساسي على أرض الملعب، وتحتضن النجم السابق دينيلسون خلال مباراة اعتزاله. وهنا يظهر تركيز الحكمة الرئيسية